أعلن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار التزامه بعدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب، مفضلا التقيد الصارم بمقتضيات النظام الأساسي التي تحدد الرئاسة في ولايتين متتاليتين، وذلك في وقت اختارت فيه أحزابا أخرى تعديل أنظمتها الداخلية من أجل التمديد لقياداتها. وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب المنعقد صباح اليوم الأحد، حيث أكد أخنوش أنه لن يترشح لقيادة الحزب خلال أشغال المؤتمر الوطني الثامن المرتقب تنظيمه يوم 7 فبراير المقبل. وبحسب مصادر مطلعة، فقد رفض أخنوش بشكل قاطع أي مقترح لتعديل النظام الداخلي بما يسمح بولاية ثالثة، انطلاقا من قناعته بأن الديمقراطية الحزبية تقوم على التداول وتجديد القيادات وقطع الطريق أمام منطق الزعامات الخالدة، بما يعزز ثقة المواطنين في العمل الحزبي والمؤسساتي. وأكد أخنوش خلال الاجتماع ذاته أن حزب التجمع الوطني للأحرار يمتلك من القوة التنظيمية والتراكم السياسي ما يؤهله للحفاظ على موقعه المتقدم في المشهد السياسي وخوض الاستحقاقات التشريعية المقبلة بثقة، مذكرا بأن الحزب منذ توليه قيادته سنة 2016 نجح في تصدر الانتخابات وقيادة الحكومة عقب استحقاقات 8 شتنبر 2024. وشدد أخنوش على أنه أدى واجبه الوطني من موقع رئاسة الحكومة من خلال إرساء أسس الانتقال الاقتصادي والاجتماعي والتعامل مع تحديات داخلية ودولية معقدة، مؤكدا أن الحكومة الحالية أرست قاعدة صلبة تضمن استمرارية تنزيل الأوراش الملكية الكبرى من قبل الحكومات المقبلة.